بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بشكر حضرتك طبعا وبتكلمني على المؤتمر، وأنا بعتبر نفسي إن أنا مش لاعب جديد في نادي الزمالك، طبعا لأن من أبناء النادي. طبعا أنا بقالي 6 سنين موجود في نادي الزمالك، من قبل كده كنت منتقل من نادي المنصورة، قضيت 5 سنين في نادي الزمالك، والظروف اللي حصلت اضطريت إن أنا أمشي بعد نهاية عقد سنة في السعودية. لكن طبعا قرار الرجوع لمصر او ان انا ارجع العب في مصر كان القرار الوحيد ان انا اكون موجود في بيت نادي الزمالك، وده شرف ليا ان انا اكون موجود في بيتي، وان شاء الله بتمنى لزمايلي لعيبه جديده ان شاء الله ان هم يكونوا اضافه كبيره لينا ان شاء الله. بشكر طبعا حضرتك وبشكر الجهاز الفني. انا انضمامي للزمالك يعتبر اتاخر 4 سنين، كان طبعا الكابتن حسام كان عايزني من 4 سنين واتاخر، بس الحمد لله جه في الوقت المناسب. انا بشكر سياده المستشار على ثقته فيا وعلى الجهاز الفني، وان شاء الله اكون اضافه لنادي الزمالك واقدر اسعد الجمهور الفتره القادمه ان شاء الله. لا تعرف ان حضرتك ومجلس الاداره عمل مجهود جامد جدا في ال3 لعيبه بتوع الشرطه ومعانا رضا. لازم الناس كلها تعرف، لازم نبقى نساند كلنا مجلس الاداره، كلنا كل اي حد زملكاوي صحفي قديم جديد كل حاجه لازم نساند الجهاز الفني ومجلس الاداره. وان شاء الله احنا كلاعيبه ان شاء الله عارفين شغلنا فين، شغلنا الملعب مع كابتن حسام والجهاز الفني كله. اتمنى ان شاء الله نبقى كلنا اضافه قويه، واتمنى يبقى خير في الزمالك ان شاء الله الفتره الجايه. طبعا انا بشكر حضرتك يا سيدي المستشار على ثقتك فيا وابراهيم وكابتن حسام، وان شاء الله احنا نلعب في الزمالك واول بطوله كاس السوبر ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر سياده المستشار، يعني انا مش جديد على نادي الزمالك، نادي الزمالك فيه طبعا، وكان ليا سنه كنت موجود فيها من 2 سنين، بس ما كانش في نصيب ما شاركتش بصفه اساسيه، فان شاء الله اقدر السنه دي اقدم احمد الشناوي جديد واقدر في نادي الزمالك، يعني واكون على قدر المسؤوليه اللي الناس حطها عليا ان شاء الله، واقدر افيد زمايلي، وان شاء الله يكون تيم جديد وتيم بتاع بطولات ان شاء الله. طبعا بشكر حضرتك وبشكر الجهاز الفني، وان شاء الله كل فتره ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك طبعا عارف موضوع تعبك، الحمد لله وربنا يكرم ان شاء الله وناخد بطوله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر الناس اللي اختاروني العب في نادي الزمالك، طبعا اي شرط لاي لاعب في مصر يلعب في نادي الزمالك، واتمنى التوفيق للزمالك والجهاز الفني وربنا يكرم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش جديد على نادي الزمالك، انا في نادي الزمالك كنت موجود هنا من فتره طويله، وانا ما بعتبرش ان انا لعيب جديد، بعتبر ان انا رجعت لبيتي، ودي حاجه طبيعيه طبعا. انا نادي وانا عندي 6 سنين وانا متربي في النادي، وظروف ما خرجت من النادي، رحت نادي الداخليه لعبت 3 سنين، وبعد كده رجعت النادي. طبعا ان شاء الله سياده المستشار والجهاز الفني ان انا اكون على قدر المسؤوليه، الناس دي حاطط فيها امل، وان شاء الله نخلص الامور اللي بقالنا فيها في الماتش ده نعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله.